ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا. قال أنا شفت المناشدة اللي أطلقتها في برنامجك وأني حاضر وأني موجود لكل مساعدة. فصراحة أنا استغربت من سرعة الاستجابة، لأن أكو مسؤولين وأكو شيوخ وهواي أكو ناس تستجيب وجوز وراء أيام أو أسابيع، لكن استجابة بهذه السرعة صراحة شيء يلفت الانتباه. الحمد لله والشكر. تواصل وياي الشيخ وقال لي باكر أزور العائلة. قلت له ممنون من عندك أني، والحمد لله والشكر. وعد الرجل وأوفى به وعده، واليوم سماحة الشيخ وصل إلى هذه العائلة. حياك الله شيخنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واجب كل إنسان عنده إمكانية الله منطيه أن يطعم الفقراء، لأنه الله سبحانه عز وجل يقول الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي. هاي طبعا بالأولى أنه مسؤولية الدولة تتبنى هاي القضايا، تخلي ناس مسؤولين وكلاء عنهم يزورون هاي العوائل. وكذلك مسؤوليتنا احنا، مسؤولية أي إنسان. احنا ما نقول ناس أغنياء ولا هاي، لا، الحمد لله والشكر ماشي الحال، لكنه نتنوع على أي إنسان فقير مثل هذه الحالة. فاحنا متواصلين وجزاكم الله ألف خير. الله يسلمك. أنتم اللي توصلون هاي الحالات إلنا ولغيرنا. والله من نشوف بالتلفزيون أو من خلال قنواتكم يعني ما نصدق إلا نوصل. يعني أقول بلد كله خيرات، هاي اكو حالات هيك يعني في سنة 2023 نعم أكثر من 270 أي. تريليون دينار عراقي ميزانيته. نعم. وهي حال شعبه صراحة. نعم، حالة حقيقة، حالة يرثى لها. يعني هاي ما أعرف شلون الدولة تشوفها المسؤولين. أنا كذلك نفس حالتك أناشد المسؤولين. احنا يعني اللي نتمكن له، لكن هاي كدولة هاي يعني هذا واجب دولة. نعم واجب دولة، مسؤولية دولة نعم. وليس مسؤولية شو. أي. لكن هذا يعني عرفان من عندك، هاي إنسانية وكرم من عندك اليوم، من أنت تقدم وأنت من تقدم قوت عيالك وليس أنت من أموال دولة. هذا القوت مال عيالك. نعم. مال مجهودك الشخصي. نعم. حجي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حجي بعد المناشدة اللي أطلقناها الشيخ خابرني يوم أمس، والحمد لله والشكر اليوم اجى الشيخ يقول لك اني مستعد اقدم لك الخدمه اللي اقدر عليها. سماحه الشيخ قدم لك بيت ايجار، راح يسكنك في بيت ايجار وراح ممكن يشيل مصرفك. نعم. شنو انت شلون شفت جية الشيخ؟ والله الشيخ يعني بصراحة جيته مباغته، شلون يعني كأنه سريعة، أسرع من كل المسؤولين. بالله الحمد لله لا، أسرع من كل المسؤولين وأسرع من الحكومة. أنا صار لي الله وكيلك من سقوط لحد الآن رجال نائب ضابط خدمت ورحت، لا راتب تقاعدي، لا رجعوني الوظيفة، لا رعاية. الله شاهد ورقيب. وهاي دولة موجودة هم يفتشون، إذا لقوا عندي فتشي عم خلي يروح يتركوني بالصحراء. هسه احنا الشيخ اجى وما قصر وبارك الله به، واتمنى بقيه الشيوخ ياخذون حذوه وهاي الخطوه الجباره اللي قام بها. صراحه الشيخ احنا كلش ممنون من عنده. لا على انا هاي خادم، الجية الكريمة. من واجبنا هذا واجب. صراحه اذا يدل على شيء انه ان انت تحمل الانسانيه والطيبه والعروبيه الحقيقيه، لان العربي الاصيل من يشوف اخوه العربي في محنه يجب ان يوقف وياه ويجب ان يساعده. فهاي العروبيه الاصيله موجوده بيك. الله يحفظكم ويديمكم. انا هم انت حكيتها هسه بالبرنامج انه انا هذا الرجل امام الله وامامكم، يعني لا اقدر لهذا. يعني انا مسؤول عن ايجاره ما دمنا على قيد الحياه. بارك الله فيك. ومصرفه ايضا وعلاج علي الى ان وعلاجه نعم الى ان يجوك اهل الخير. اكو ناس افضل من عندنا وناس يعني حقيقه اهل الخير هوايه. احنا بالضبط لا خادم اول الناس. نعم. ففي نظري انا افضل الكل، لكن انا ازين من عندك. إيه؟ نعم انا واحد من هاي الناس. نعم انا واحد من هاي الناس. الى ان تحصل له اللي مكان المناسب نساعد عليه ونبني له فد بيت اللي يليق به، يليق بكرامته عياله.
حاليا اللي اقدر له انا ايجار علي ومصرفه وعلاجه، وانا خادم وممنون له. والكل انسان فقير، الكل انسان محترم، احنا هاي الحقيقه حاله ننغث منها من نشوفها. زين، وانا بخدمته، وشنو اللي يحتاجه بعد انا هم حاضر. ربي يحفظك. الله يحفظكم. مشاهدينا الكرام، مثل ما شفتوا صراحه بعد المناشده الاستجابه السريعه